فوز المغرب التاريخي لم يستوعبه بعض المغاربة، منهم من هو على وشك فقدان عقله قليلا. انظروا كيف يدور هذا المشجع في شوارع المغرب. هذا الفيديو انتشر كثيرا على شبكات التواصل الاجتماعي. منهم أيضا من نسى أن لديه ظرف عزاء واحتفل على سيارة نقل الأموات رافعا علم المغرب، وهذا الرجل الذي وصل بسيارته التاكسي الكازابلانكي إلى جادة الشانزليزيه. أما البقية فيسألون المدرب وليد الركراكي: فين غادي بينا؟ إلى أين تريد اصطحابنا؟ ردابة نتسطاو لك، سنجن بسببك. وفعلا الفرحة كانت جنونية في صفوف المغاربة الذين اختلطت عليهم المشاعر. كانت الدمعة هي الأقرب لهم فور انتهاء المباراة. نشاهد. Non, non, je rêve ou c'est vrai, je sais pas. Je pleure ou je rigole, je sais pas. طيب سحر، بعد النية ورضا الوالدين كلمة سر أخرى وراء تألق المنتخب المغربي على ما يبدو. سير هذا الشعار المحبب للركراكي هز الاستاد في الدوحة وأشعل شوارع المدن العربية جميعها بعد الفوز. وأسوة بميسي وينو كسرنا عينه، على الرغم من أن الجميع شاهد رونالدو وهو يخرج من الملعب وعلى خده دموع خيبة الأمل، إلا أن هذا لم يمنع البعض من طرح السؤال: رونالدو وينو؟ كسر المغرب عينه وتوالت الهتافات والاحتفالات. رونالدو وينو؟ كسرنا عينه. رونالدو وينو؟ كسرنا عينه. رونالدو وينو؟ المغردون في جميع أنحاء العالم تقريبا يهنئون المغاربة، سواء كانوا متابعين عاديين أو نجوم الفن والسياسة. كثيرون هنأوا المغرب. This time for Africa. شاكيرا قالت كلمتها مستعينة بأغنيتها الأشهر لبطولات كأس العالم. إيلون ماسك أيضا هنأ أسود الأطلس. الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعرب عن فرحته بفوز المغرب باعتباره أول بلد أفريقي يصل لنهائي كأس العالم، غير ذاكر بأنه أول بلد عربي أيضا يصل لهذه المرحلة، على الرغم من أن التغريدة باللغة العربية. هذا التفصيل لم يمر على وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي قال إن المغرب يصنع التاريخ. أما سفيره في الرباط فنشر هذا الفيديو. Now I have only one thing left to say. See it. See it. See it. كثير من لقطات المباراة استوقفت المغردين أيضا. قفزة يوسف أنصيري خلال إحراز الهدف جعلت حساب الفيفا الرسمي يلقبه بالروكيت مان أو الرجل الصاروخي. هذه اللقطة استوقفت أو توقف عندها المغردون. لقطة أخرى من المباراة لم يلتفت إليها الكثيرون، لكنها استوقفت المغردين على شبكات التواصل الاجتماعي. لاعب المغرب جواد الياميق وهو يقبل رأس بيبي بعدما ضيع هدفا كان تقريبا مؤكدا خلال الدقائق الأخيرة للمباراة. صورة حارس المرمى بونو مع ابنه وهو يرتدي قفازات يديه، وكعادة كل مرة صور اللاعبين مع أمهاتهم، لكن هذه المرة بعيدا عن حكيمي بوفال اصطحب الوالدة إلى أرضية الملعب ليحتفل معها، وليعنون الكثيرون السيدة بوفال وابنها. طيب سحر، بوفال عكس اللاعبين هنا في أوروبا من يصطحبون زوجاتهم يصطحبون لاعبين العرب يصطحبون سحر، مواجهة نارية مقبلة تشغل بال المغردين. فرنسا المغرب. نعم، فرنسا أم المغرب، كل طرف يراهن على الفوز ويعبر عن ذلك بطريقة طريفة. المغاربة يزداد لديهم الطمع بالفوز بالكأس كلما تقدموا في البطولة.
يا ربي عارفين رسنا عيقنا، ولكن غير هادي وبركة. نعلم أننا طلبنا الكثير، ولكن هذا آخر طلب نطلبه منك يا الله. أعلن البعض أن طبخة الأربعاء المقبل ستكون رفيصة، هذا الطبق المغربي مثل الكسكسي مع لحم الديك، في إشارة إلى الفوز على ديوك فرنسا. ويتبادلون هذه الصورة التي تشير إلى هزيمة فرنسا بعد إسبانيا والبرتغال. ليرد المغردون الفرنسيون بهذه الصورة التي نرى فيها وحش الموت يطرق باب كل فرقة يلعبون ضدها في المونديال. ثم يقول البعض إن بإمكان المغرب التقدم كمحاولات فتح الأندلس، لكن يذكروهم بأن فتوحاتهم توقفت عند فرنسا. أما الأغلبية فيشتاقون لمشاهدة المباراة، فما أجمل من رؤية الصديقين حكيمي ومبابي وهما يتنافسان بحب واحترام. حتى حكيمي كان قد غرد بعد المباراة بعد فوز فرنسا وقال لمبابي أراك قريبا صديقي. نعم، هما الصديقان في باريس سان جيرمان. سحر، ميسي مودريتش مواجهة أخرى مرتقبة بينهما، كذلك الصديقين مبابي وحكيمي. ميسي كسر عين كل من تغنى بشعارات ضده ووصل إلى نصف النهائي مع مودريتش، بدلا من ويرز ميسي هير إز ميسي في نصف النهائي مع مودريتش وحكيمي ومبابي. رحل رونالدو ومحى المغردون صورة رونالدو من الإعلان مع لوي فيتون، والأربعة نجوم الباقون يتطلعون إلى الكأس. هذه الصورة تنتشر كثيرا على شبكات التواصل الاجتماعي. فعلا فقرة ثرية جدا للمونديال. شكرا جزيلا سحر طارق.